دونتس ابتدت تطلع في احلامي، فقلت لا ما ينفعش كده. فالنهارده هجرب اول مره بريدفاست. انا سهيله بجرب شغلانات مختلفه لحد ما اكتشف انا شاطره في ايه. والنهارده انا فود بلوجر. المره دي اول مره اجرب بريدفاست. استنى عشان لسه ريقه طويله. افتح لي 1 hour later. فكيت الباكج. المهم ان دي اول مره اصلا اجرب بريدفاست. كنت سمعت يعني ان هو البيكريز عندهم طعمها حلو. قلت طب انا ساكته كل ده ليه. طلبت النهارده 3 اطعمه. مش فاكره ده كان اسمه ايه، بس هو ده يعني. هي حاجه كان فيها تشوكلت مش فاكره كان ايه. الاسم طلع مكتوب في العلبه من ورا. دونت شوكولاته بالبندق والبسكوت المقرمش، فهو ده. ابل باي، ستروبري تشيز كيك. يعني مش متوقعه ممكن طعمها هيبقى عامل ازاي. ريحتها حلوه قوي. طعم الفراوله فيها حلو، بس طعمها يعني الفيلينج الموجود فيه رايح على زبادي بالفراوله. يعني هو ده اقرب حاجه، بس هو الميكس لطيف. يعني ممكن نقول مثلا 6/10. بحب ابدا بالحاجات الغريبه الاول، فعشان كده بدات بالستروبري والابل باي، وهخلي اللي هي بالهازل نت في الاخر. هي دي شكل الابل باي. شكلها اصلا شبه كأنها عليها سبريد لوتس، بس لا يعني طعمها كراميل. فهقطعها بقى دلوقتي علشان مش هاكل دي كلها، يعني في ناس تانية معايا في البيت. استنوا بقى عشان الليلة الطويلة دي. بصوا شكلها عامل ازاي. يعني وانا بقطع البتاع كان حسسني ان هي فيها كتير، وهو طلع فيها فعلا كتير. بصوا من جوه. واصلا عاجبني ان بصوا فلافي كده وحلوه مش ناشفه. هو الفيلينج كان شكله كتير، بس هو طعمه مش واضح قوي. طعم اكتر في النص، في الاطراف مش باين قوي. يعني اكتر حاجه هو الكراميل اللي باين، بس الكريمه بتاعتها لذيذه. يعني طعمها حلو، مش مسكره قوي. و طعم التفاح باين فيها شويه. لذيذه يعني حلوه. ممكن دي برضو اديها 6/10. ندخل بقى على اخر واحد. اللي حاساه هيبقى طعمه عادي جدا. هي شكلها عامل كده. احنا بقى ايه نقطعها. طيب كل الحاجات اللي انا جايباها النهارده فيها فيلينج من جوه. كنت عايزه اصلا اجيب اللي هي بتبقى عادي مدوره ومقوره دي، بس جيت اطلبها وانا خلاص بعمل الاوردر. معرفش اللي هو لا انا حاسه ان انا ناسي حاجه. فرجعت اشوف الاوردر، تشيك انه مظبوط وان مش ناسي حاجه. لقيت بقى حد قام سحب اخر بيس بقى، سحبها وخدها هو، فبقيت سولد اوت. معرفش اجيبها عادي. ده شكلها من جوه. حاسه قليل، مش عارفه. او هو يعني مش عارفه ليه مش بيظبطوها بجد. ما يحطوها في نص الدونتس بالظبط بدل ما يحطوها معوجه. هما المفروض يعملوا حسابهم ان في ناس بتقسم الاكل وبتعملوا شيرنج سوا. لما بنيجي نقسمه بقى نقعد بقى نتخانق مين هياخد الحته اللي فيها الحته الكبيره. Brother, what's that? ايه ده؟ What's that, brother? في طعم غريب، بس انا مش فاهمه هو ده جاي من الحشوه اللي جوه ولا ده الصوص اللي بره. الكريمه اللي جوه بجد مش حلو خالص. ايه ده؟ نخلي للاخر احلى واحده بقى. اسلم شوكليت وهازل نوت وحاجات هتبقى وحشه دي يعني. بحاول اخبي دموعي. هما بيعملوا ايه بقى؟ بيقولوا ترتيبي من الاوحش للاحلى، ولا من الاحلى للاوحش؟ من الاوحش للاحلى. الاوحش بالنسبه لي هي بتاع دي الهازل نوت ومعاها البسكوت المقرمش.
2/10، والاتنين دي عشان العجينة انها حلوة بس. ممكن يكون باظ، الحشوة فيه باظت، مش عارفة. لو انتوا جربتوها وبتحبوها، يعني معرفش اذا في حد بيحبها ولا لا بس لو حد بيحبها يقول لي، يعني هل اديها فرصة تاني ولا خلاص كده. وفي المركز التاني هو الستروبري تشيز كيك. هي طعم الفراولة فيها حلو، بس مش حاسة ان انا يعني لو تجربة وخلاص، مش حاسة ان انا هطلبها تاني. ممكن اجيب دوناتس عادي سادة، واجيب زبادي بالفراولة واحط عليه قطع فراولة وخلاص انا عندي بتاع. هل كده هكون وفرت لما اعمل كده؟ بتهيألي علبة الزبادي ب14 جنيه، ولو جبت واحدة ليزد مثلا او عليها فوق سكر تقريبا 30 جنيه. مش هكون وفرت حاجة، يعني لو عايزاها خلاص هبقى اجيبها خلاص. اكتر واحدة عجبتني واللي انا ما كنتش متخيلة انها تعجبني، اللي هو يعني ايه ابل باي في دونات، يعني الكلام ده. بس هي اكتر واحدة عجبتني، ما كنتش مجزعة وانا باكلها. لو هجيب حاجة تاني هتبقى هي الابل باي. انا نسيت اقول لكم الاسعار، فابقى احطها لكم يعني في الحاجات. بس كده، دي كانت تجربة النهاردة. قولوا لي بقى، طلعت شاطرة في الفود ريفيو والحاجات دي واكمل ولا خلاص بقى؟ مش عارفة، انا حاسة كنت محتاجة اتدرب اكتر من كده، عشان مش عارفة يعني مش عارفة. قولوا لي في الكومنتات، واشوفكم في تجربة جديدة.